في برنامجكم مراسلون تحت النار، فيه نتابع انتصارات ثوارنا الأحرار، نتابع مجريات الثورة السورية العملاقة، نتابع معاناة الشعب السوري وتكالب الجميع على هذا الشعب الأبي. هناك باتت سوريا مسرحا للعمليات، مسرحا لارتكاب المجازر، وأيضا لاستجلاب شذاذ الآفاق من شيعة العراق والحرس الثوري الإيراني، وشذاذ أيضا الشيعة من لبنان، وبطيران روسي غاشم يعتدي في كل لحظة على النساء والأطفال والمدنيين. ولنستطلع ما يدور ينضم إلينا بداية من جبهة العاصمة السورية دمشق الياسمين وريفها بلال أبو صلاح الناطق باسم شبكة الغوطة الآن عن دمشق وريفها. حياك الله أخي بلال أبو صلاح. أهلا أخي. أخي بلال، لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية والعملياتية في دمشق وريفها، تفضل. بداية السلام عليكم ورحمة الله. قوات النظام تستمر بقصف مدن الغوطة الشرقية من مدينة دوما إلى منطقة المرج. قوات النظام تستمر بحملة القصف العنيف على جميع مدن الغوطة الشرقية. اليوم في مدينة دوما سقوط بناء كامل على رؤوس قاطنيه، ما أدى إلى إصابة جميع السكان، وهم عددهم 11 شخص كان يقنط في هذا البناء من نساء وأطفال ورجال. 4 أطفال منهم جرحى، والباقي وخرج الكل سالمين من تحت الأنقاض بعد أن أصبح البناء ردما على الأرض فوق رؤوس ساكنيه. يخرج الجميع بسلام، مجرد جروح بسيطة مجرد جروح بسيطة يعاني منها المدنيين فقط. نعم أخي بلال، كيف يبدو الوضع الإنساني لديكم يعني في الغوطتين وفي دمشق وريفها؟ نعم، حقيقة الغوطة تعاني من وضع إنساني صعب جراء حصار قوات النظام على المدن، وجراء قصف مناطق الغوطة الشرقية بشكل هستيري ومتكرر على مدن الغوطة الشرقية. أخي بلال، هناك انقطاع في الصوت. أخي بلال، هل تسمعني؟ بلال أبو صلاح الناطق باسم شبكة الغوطة الآن حدثنا من دمشق وريفها، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يا رب العالمين، نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين في بلاد الشام. ونتابع انتصارات ثوارنا الأحرار لننطلق إلى الجنوب السوري، إلى القنيطرة الحبيبة، إلى الجولان، إلى هناك هذه المناطق التي عزيزة على قلوبنا، والتي همشها المقبور الهالك الجحش حافظ الأسد، والتي دمرها من بعدها أيضا ابنه المعتوه بشار الأسد. لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي أبو بحر الجولاني. حياك الله أخي أبو بحر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم، بالحقيقة نبدأ من الحدث المهم في جنوب العاصمة دمشق، حيث قامت مجموعتين من مقاتلين جيش الإسلام ولواء ضحى الإسلام بعملية انغماسية ضد تنظيم الدولة على جبهة حي الزين الفاصلة بين مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدة. أسفرت العملية عن مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من التنظيم، حيث تم سحب جثة أحد القتلى، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. حيث سجلت العملية أيضا عدد من الإصابات في صفوف مقاتلي لواء ضحى الإسلام. ترافق العملية اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة دامت لعدة ساعات، والجدير بالذكر أن هذه العملية ردا على ما قام به التنظيم منذ 3 أيام، حيث قام التنظيم بالالتفاف على الثوار ومحاصرة بعض المجموعات. وقام التنظيم أيضا باحتجاز 5 عائلات ضمن الكتلة الذي سيطر عليها، ومن ثم
تم أيضا إطلاق سراح العائلات بعد احتجازهم لعدة أيام. لو ننتقل قليلا على جبهة حي العروبة في مخيم اليرموك، مخيم اللاجئين الفلسطينيين، حيث تدور اشتباكات يومية وعمليات قنص بين الثوار من جهة والتنظيم من جهة أخرى، حيث قام التنظيم أيضا يوم أمس بعملية تسلل، حيث سيطر على عدة مباني، حيث اضطر السكان الموجودين في المنطقة إلى النزوح إلى الحي الآخر. أما في جبهة حي التضامن، حالها ليس أفضل من حال جبهة حي الزين وحي العروبة، فتدور أيضا اشتباكات يومية على جبهة أزليخة بين تنظيم الدولة والثوار. وفي أيضا جبهة مخيم اليرموك ما زالت قوات النظام المدعومة باللجان الشعبية والميليشيات الشعبية الممثلة بالقيادة العامة وفتح الانتفاضة بتفخيخ الأبنية وتفجيرها، ناهيك عن الاشتباكات اليومية بين جبهة النصرة وقوات النظام المدعومة بالميليشيات على عدة محاور، منها ساحة الريجة وقطاع الشهداء، مع تزامن قصف شبه يومي بقذائف الهاون يطال مخيم اليرموك. نعم أخي أبو بحر الجولاني، يعني حقيقة نريد أن نستوضح أكثر بالنسبة لمخيم اليرموك والحجر الأسود. هناك تفشي للأمراض، هناك حصار خانق، هناك يعني من يقوم بقتل السوريين والفلسطينيين في مخيم اليرموك وفي الحجر الأسود هم شبيحة أحمد جبريل ومن يدعي أنه فلسطيني وشبيحة الأسد، وهناك من حزب الله. كيف لو تصف لنا المعاناة من داخل هذه المناطق، معاناة إنسانية حقيقية، قلة في الدواء وفي كل شيء. نعم أخي الكريم، بالنسبة لأوضاع المدنيين، أوضاع الإنسانية في جنوب العاصمة دمشق بصراحة أوضاع إنسانية صعبة يعاني منها المهجرون والفلسطينيين عن ديارهم، حيث لم يفك الحصار عنهم منذ سنتين، حيث تمنع قوات النظام إدخال المساعدات الإنسانية للمهجرين أيضا وللفلسطينيين لأنهم غرباء عن المنطقة. ولكن مخيم اليرموك يمنع أيضا من إدخال أي شيء من الكوادر الطبية والمستلزمات الطبية للمشافي الميدانية. أخي الكريم أيضا أما بالنسبة نتحدث عن الوضع الطبي، أيضا تعاني المشافي الميدانية والمراكز الطبية أيضا من قلة الدواء والمستلزمات الطبية، حيث أعلن أيضا مركز طبي في مخيم اليرموك منذ عدة أيام عن توقفه عن العمل بسبب قلة الدواء والمستلزمات الطبية. أخي الكريم، نحن نناشد المنظمات الإنسانية بالضغط على نظام الأسد لإدخال المساعدات الإنسانية والمساعدات أيضا الطبية للمدنيين في داخل جنوب العاصمة دمشق. أبو بحر الجولاني الناشط الإعلامي من داخل طبعا ريف أو داخل مدينة دمشق، من هناك من اليرموك ومن الحجر الأسود. حقيقة وضعتنا في المشهد الكامل لما يدور، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا مؤزرا يا رب العالمين. نتابع إلى الوسط السوري، نتابع مأساة الشعب السوري. الكل يذبح الآن في الشعب السوري حقيقة. نذهب إلى حمص العادية، حمص الحبيبة، إلى بيبرس التلاوي الناشط الإعلامي عن حمص وريفها. يعني أخي بيبرس، نحن نتفائل عندما نراك، و يعني الخضار من حولك. أنتم أهالي حمص متفائلون رغم الجراح ورغم ما تشهده حمص من تدمير وقصف واحتلال. كيف تبدو حمص العادية؟ ما هي المجريات العملياتية لديكم؟ بارك الله فيك أخي الكريم، وتحية لجميع المشاهدين الكرام. عودة المعارك من جديد في المنطقة الشرقية لحمص ما بين مقاتلي تنظيم الدولة مع قوات النظام. معركتين تشهد المنطقة بين طرفين. المعركة الأولى في بلدة مهين، المعركة الثانية في منطقة الدوة. التنظيم وهو بعد ما سيطر خلال الأيام الماضية على 5 نقاط في محيط منطقة الدوة، بالإضافة إلى سيطرته على حاجزين قوات النظام في سلسلة جبال الدوة، وكما أنه قد تسلل خلال اليومين الماضيين باتجاه قصر الحلابات، واستطاع التنظيم من قتل أعداد كبيرة من قوات النظام بالإضافة إلى تدمير 6 آليات.
ولكن نوضح عن منطقة الدوة المنقسمة إلى 3 أقسام. القسم الأول بأن مساحتها 10 كيلومتر. 5 كيلومتر من الدوة يخضع بالكامل تحت سلطة التنظيم. 2 كيلومتر يخضع بالكامل تحت سلطة قوات النظام الجهة الغربية، بالإضافة إلى 3 كيلومتر هي تعتبر خط اشتباك ما بين مقاتلي التنظيم مع قوات النظام. بالإضافة إلى بلدة مهيد، هذه البلدة والتي تحاول قوات النظام من خلال محاور أن تجتاحها. استطاع التنظيم من إفشال جميع المحاولات التي تهدف بها قوات النظام لإعادة سيطرتها على مهيد، ولكن قوات النظام وأيضا العدوان الروسي يقومان بتغطية صاروخية من قبل الطيران الحربي وويشن غارات جوية مكثفة بالعشرات على بلدة مهين، بالإضافة إلى الضغط أيضا على مدينة تدمر. قد وصل عدد الغارات على مدينة تدمر إلى نحو 40 غارة، وأيضا قد فاق عدد الغارات في بلدة مهين إلى أكثر من 15 غارة. ولكن استطاع التنظيم أن يصمد أمام قوات النظام في بلدة مهين، بالإضافة إلى أنه قد تقدم من جهة أخرى في منطقة الدوة. النظام شيئا فشيئا فهو ينهار أمام قوة التنظيم، ولكن على الأرض كما شاهدنا وكما قد أصبح الجميع يعلم بأن النظام قد أصبحت سيطرته قليلة جدا، حتى أن الطرق الرئيسية التابعة للنظام والتي من خلالها يستخدم النظام تهديدات عسكرية قد أصبحت مهددة من قبل مدفعية التنظيم. متى شاء التنظيم يستطيع أن يستهدف أي معبر تابع للنظام، وبالأخص الطريق السريع الواصل ما بين حمص ودمشق، بالإضافة إلى الطريق الوحيد لمدينة حسياء الصناعية، وأيضا الطريق الوحيد لمطار الشعيرات. وأيضا تدور معارك واشتباكات في جبهات عديدة، من ضمنها أطراف حقول شاعر وجحار وجزر، وأيضا أطراف مطار التليفون. 6 نقاط اشتباك تدور ما بين الطرفين، والنظام يستميت محاولة منه لاستعادة ما قد خسره خلال الفترة الماضية، والتنظيم هو مستمر في أعماله العسكرية ويستخدم تهديدات للمقاتلين ويدفعهم تجاه الخطوط الأمامية، وهذا ما يؤدي إلى اشتداد المعارك ما بين الطرفين. أما الوضع الإنساني فهو سيء بكل معنى الكلمة، إن كان في بلدة مهين ومدينة تدمر وفي حوارين والقريتين أيضا. فالنظام بعد تصعيده عسكريا باستهداف هذه المناطق بالغارات الجويه، هذا ما ادى الى سقوط المزيد من الجرحى في صفوف المجندين، بالاضافه الى توسع الدمار في الممتلكات، ايضا في البنى التحتيه وفي المقدسات وفي الاثارات. فكل شيء معرض للقصف من قبل الطيران الذي يشن غارات عشوائيه. وحرب المنظمات الانسانيه قد اصبح واضح للجميع، ولكن الاهالي في هذه المناطق حاولوا قدر الامكان ان يلملموا جراحهم، وبعض الاصابات التي هذه الحاله فتره يتم نقلها الى منطقه محافظه الرقه لتقديمها العلاج الكافي هناك، بالرغم من صعوبه الطرق، لان الطرق هي غير نظاميه ترابيه، وهذه الطرق جدا معرضه للاستهداف ان لم يكن من قبل العدوان الروسي بالطيران الحربي، فسوف يكون من قبل الطيران الاسدي، وإن لم يكن من هذا النوع من الطيران سوف يكون من قبل العدوان الغربي على المنطقة. ولذلك التصعيد العسكري هذا ما تشهده المنطقة الشرقية، وكما نشاهد أيضا عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف عصابات الأسد. من جهة نتحدث عن باقي المناطق، الريف الشمالي له حمص نزول نسبية عن المنطقة خلال المساء يترافق استهداف الخطوط الأمامية للجبهات في العديد من قذائف العام، بالإضافة إلى اشتباكات متقطعة تدور بعض الأحيان بين الطرفين وبين الثوار مع قوات النظام. أما السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هي ما زالت تحت سيطرة الثوار. النظام خلال الحملة الأخيرة التي قد شنها لم يستطع أن يتقدم لو لخطوة واحدة بفضل من الله. همم الثوار عالية ومعنوياتهم، ولكن الوضع الإنساني ما زال سيء، لأن نشاهد لحد الآن وجود منظمة إنسانية أو وفد أممي إلى الريف الشمالي لحمص لم يعاينوا أوضاع الناس أو المصابين ونقدم لهم أي شيء. في قلب المدينة في حي الواقي الذي ما زال يشهد
وضع إنساني وتطبيق سيء بكل معنى الكلمة. عصابات الأسد مستمرة في تضييق القمار على الحي لمنع إدخال الكميات التي يحتاجها المدنيين من الأغذية والأطعمة ومادة الخبز، أيضا كل شيء عصابات الأسد تستخدمه للتضييق والضغط على المحاصرين في الحي. 100,000 نسمة قد الجميع يعلم هذا الأمر، هم موجودين داخلي. وفي بعض الأحيان عصابات الأسد تستهدف المنازل والطرق الرئيسية. إن لم يكن القذائف الهاون سيقوم برشقات الرشاشات الثقيلة، وإن لم يكن الرشاشات الثقيلة سوف يتم استهدافهم بالقناصات متمركزة على الأطراف. أيوة، عصابات الأسد ما زالت تمنع خروج المدنيين، وأيضا تمنع الموجودين خارج الحي من الدخول إليه. بالرغم من هذا لن نشاهد لحد الآن أي عمل يهدف كان من داخل الحي أو من خارجه لفك الحصار عن المناطق المحاصرة. نعم، بيبرس التلاوي من حمص بن الوليد، حمص العادية، الناشط الإعلامي عن حمص وريفيا، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا، نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، وأن نتابع انتصارات ثوار الأحرار. ليس بعيدا عن حمص ننطلق في الوسط السوري إلى مدينة حماة بالفداء، حماة الحبيبة، لنتابع انتصارات ثوار الأحرار، لنتابع أيضا الدعس على المرتزقة الإيرانيين والأفغان وكل شذاذ الآفاق. لينضم إلينا عن حماة وريفها أسامة الحموي من مؤسسة الثغور الإعلامية. حياك الله أخي أسامة الحموي. حياك الله أخي، أهلا وسهلا بك. بارك الله بك أخي أسامة. لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية والعسكرية في حماة وريفها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أخي، فالأمطار تهطل على جميع أنحاء الشام الحمد لله رب العالمين. وفي هذا البرد القارس والغزيرة أحب أن أبدأ كلامي عن إخواننا الذين يعيشون تحت الخيام. طبعا أنتم كان لكم جولات كثيرة في هذه المخيمات. هذه المخيمات ليست تعاني فقط من البرد والأمطار، بل ومن القصف الروسي ومن راجمات الصواريخ في بريديج وفي كل مكان. أخي، الأوضاع مأساوية للغاية. الأمطار الآن بكميات كثيرة تهطل في هذه اللحظات التي أحدثك فيها، والخيام تعرفونها وصورتموها، وحالة مأساوية فعلا تحتاج إلى معالجة. القصف مستمر أخي على كافة ريف حماة الشمالي. كفرزيتا الصياد تقصف من بريديج ومن الطيران المروحي بالألغام البحرية بشكل مستمر. مورك أيضا تقصف بشكل مستمر. كان هناك قبل نصف ساعة أو 3-4 ساعات كان قصف على قلعة المضيق، وهناك بعض الجرحى دون شهداء. في الريف الغربي أيضا القصف مستمر على قسطون والقاهرة وتلواسط. طبعا هذا القصف من معسكر جورين، وبالإضافة إلى الطيران الحربي الروسي. بالمقابل كان هناك لإخوتنا في جيش العزة طبعا قاموا بالرد على مجزرة خان شيخون التي بالأمس سقط فيها 3 شهداء، واحد منهم من قرية اللطامنة، طفل من قرية اللطامنة. فكان الرد من جيش العزة باستهداف قوات الشبيحة المتواجدين في محطة محاردي بقذائف الهاون 120، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد. نعم أخي. نعم، يعني أخي أسامة، الطيران الروسي العدوان الغاشم يستهدف المدنيين، المشافي، المدارس، الأسواق، يعني السكن المدني. كيف هي يعني في ظل ما يدور الآن ومن تكالب طبعا على الأرض هناك الحرس الثوري الإيراني ومرتزقته وشبيحة الأسد، ومن السماء هناك الطيران الروسي. كيف هو الميدان بالنسبة للثوار وتصميمهم على المضي قدما؟ والله يا أخي الكريم، الهمم عالية جدا بحمد الله رب العالمين. فمع كل هذه الأجواء وهذا الرعب الذي إن سمعنا فعلا الطيران الروسي لا يقصف. الآن الهدف الأول للطيران الروسي هو المدارس والمشافي. طبعا في خلال هذه اليومين تم استهداف مدرستين ومشفيين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، تعرفون، في معرة النعمان وفي خان شيخون. فالهدف الرئيسي لهذا الطيران الغاشم هو المدارس والمشافي، فهو يستهدف أهلنا ونساءنا وأطفالنا. ولكن إن سألتني عن عزيمة الأبطال المجاهدين فهم بحمد الله عزيمتهم عالية جدا، ورباطهم مستمر على كافة ثغور هؤلاء النصيرية بحمد الله، وهم يعدون العدة. فنعم، قد ذهبت بعض ثلة من المجاهدين لمؤازرة إخواننا في حلب، ولكن العدة لا زالت تعد،
والمفاجآت التي وعدوا بها قبل أيام هي قائمة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله نعد هؤلاء النصيريين ومن وراءهم بأيام سوداء إن شاء الله تمر عليهم ولا يعرفون من أين سيدخلون إليهم أخواننا المجاهدون. أسامة الحموية: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا صبر ساعة. إن شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. أسامة الحموية من مؤسسة الثغور الإعلامية، لك جزيل الشكر، حقيقة وضعتنا في المشهد الكامل لما يدور في حماة الحبيبة وريفها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نتابع انتصارات ثوارنا الأحرار لننطلق إلى جبهات أخرى، إلى الشمال السوري، إلى إدلب الخضراء، إدلب الحبيبة. لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي إياد عبد القادر. حياك الله أخي إياد. حياكم الله أخي. بارك الله بك أخي إياد. لو تطلعنا على آخر المستجدات العسكرية والميدانية في إدلب الخضراء وريفها، تفضل. نعم، في البداية لو نتحدث عن الغارات الروسية، حيث نجح الطيران الحربي الروسي في حربه ضد المدنيين العزل بشنه غارات على مواقع مأهولة بالسكان، ما أوقع 15 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة استهدافه لريف إدلب، حيث توزعت الغارات بين خان شيخون ومعركة نعمان وبلدية التمانعة وريف جسر الشغور ومواقع أخرى. وأدى أيضا القصف فضلا عن إيقاع الشهداء وقوع عشرات الجرحى ودمار كبير بالممتلكات. كما استهدف الطيران الروسي مدرسة تعليم ابتدائي، ما أوقع 3 أطفال شهداء بعمر الزهور. أيضا جدد الطيران الروسي من غاراته على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي ظهر اليوم، ما أدى إلى وقوع بعض الجرحى ودمار الممتلكات. جدير بذكر أن الطيران الحربي الروسي في كل يوم يوقع عدد من الشهداء في استهدافه للمناطق المأهولة بالسكان. هذا التدخل الروسي الذي أتى ليرتكب المزيد من المجازر بحق الأهالي في حين عجزها عن تحقيق أي نصر على الأرض في مواجهة ثوار سوريا تجدر الإشارة على أن الطيران الاستطلاع الروسي يحلق طوال اليوم في أجواء محافظة إدلب. وجدير بالذكر أيضا أن كافة الكتائب الثورية أخلت مقراتها من الأماكن المأهولة بالسكان مع بداية هذا التدخل حفاظا على أرواح المدنيين، إلا أن روسيا مصرة على استهداف المدنيين في سوريا بحجة محاربة المجاهدين الذي عجزت عن مواجهتهم على جبهات القتال، سواء في ريف حماة أو ريف اللاذقية أو حتى أي جبهة من جبهات القتال مع قوات النظام. وظنت روسيا أن تدخلها سيحسم المعركة لصالح النظام، ولكن هذا التدخل جعل النظام يخسر أكثر وأكثر، ما حول معركتها لقصف المدنيين العزل. أخي لو سمحت لي للتحدث عن الوضع الإنساني. تفضل. تشهد مخيمات منطقة سنجار بريف إدلب الشرقي تزايدا كبيرا في عدد النازحين الذين أتوا إليها من قرى وبلدات ريف حماة وريف حلب الجنوبي بسبب قصف الطائرات الروسية والمعارك الدائرة في هاتين المنطقتين. يتوزع هؤلاء النازحين على 23 مخيما عشوائيا التي أقيمت على الأراضي الزراعية والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من مياه وتغذية وكساء بعد خروجهم بما يستطيعون حمله من منازلهم جراء المعارك. هذه المخيمات تفتقر لرعاية منظمات أو هيئات إغاثية. أيضا عدم توفر الخيم في ظل توافد عائلات جديدة دفع الكثير لبناء البيوت الطينية، والمشكلة الأكبر أن هذه المخيمات والنازحون مقبلون على فصل الشتاء وانعدام وسائل التدفئة ما يجعلهم في مشكلة كبيرة إنسانية دون رعاية من أحد. نعم أخي، يعني بالنسبة لمناطق يعني كثيرة، بالنسبة لريف إدلب خاصة هناك مأساة حقيقية شاهدنا بالصوت والصورة. النساء، الأطفال في العراء، هناك شتاء، فصل الشتاء، هناك يعني لا مأوى ولا ملجأ إلا الله. يعني سمعنا عن هناك استئجار لهذه الأراضي التي حتى النازح الذي يأتي من كل صوب وحوب من جراء هذا القصف الروسي الغاشم أو من جراء قصف الاحتلال الأسدي يهربون إلى يعني قرب الحدود السورية التركية. هناك في أراضي إدلب سمعنا في أطمة وفي ما حولها في مناطق كثيرة يأخذون يعني
الآجار من النازحين، آجار مكان نصب الخيمة. نعم، حقيقة هذا أمر مؤسف للغاية، أن يستغل الشخص الذي تقع منطقته في مكان آمن أن يستغل من أتى إليه نازحا. وحقيقة هذا أمر مؤسف. نحن كسوريين أن نعامل بعضنا بهذا الأمر، أن تؤجر أماكن الخيام أو تؤجر البيوت ونستغل النازحين في رفع أجارات المنازل لهؤلاء النازحين، أن نستغل بعضنا البعض في هذه الأمر. ففضلا عن وقوفنا إلى جانب النازحين وتوفير المأوى والمكان المناسب لهم، حتى النازحون الذين أتوا مؤخرا من ريف حماة أصبحوا يشترون بطانيات التي سواء يبنون بها الخيام أو يقومون بكسوة منازلهم أو عفوا خيامهم، أو حتى يقون أطفالهم هذا البرد القارس. الآن الأمطار خارج هذه الغرفة تهطل والنازحون هم تحت الأمطار. ففضلا عن الرعاية وحفظ هؤلاء النازحون نقوم باستغلالهم، ويقوم الكثير باستغلال هؤلاء النازحين وعلى الفصائل العسكرية أن تضع حد لهؤلاء التصرفات واستغلال النازحين من قبل بعض الدنيئين النفس. نعم، إياد عبد القادر، الناشط الإعلامي عن إدلب وريفها، حقيقة وضعتنا في الصورة الكاملة عما يدور، لك جزيل الشكر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا مؤزرا يا رب العالمين، نسألك نصرك الذي وعد. ونتابع في الشمال السوري، ولكن ننطلق إلى حلب الشهباء، حلب الحبيبة، لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد، عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية. حياك الله أخي ياسين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله بك أخي ياسين. ما هي الأوضاع الميدانية لديكم؟ كيف يعني مع اتساع نطاق ميادين القتال وتغير لطبيعة العمليات الحربية في حلب وريفها، ما هي المجريات الميدانية الحقيقية للعمليات القتالية على أرض الواقع؟ يعني السلام عليكم وحييكم جميعا وجميع مشاهدي قناة سوريا الحر. طبعا لو تسمح لي قبل البدء في أخبار مدينة حلب، يعني أعلنت اليوم هيئات ثورية وأيضا مكاتب إعلامية في الثورة السورية، ومن بينها المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، عن إطلاق حملة لدعم الجيش الحر، الحملة بعنوان الجيش الحر خيارنا. طبعا في هذه الحملة سوف يتم توثيق جميع خسائر قوات النظام في الفترة القريبة في الريف الجنوبي وعدة مناطق في الشمال السوري وفي سوريا بشكل عام. أيضا سيتم يعني التركيز على جميع منجزات الجيش الحر في سوريا. لذلك يعني نطالب جميع المشاهدين بالتفاعل مع هذه الحملة. طبعا الحملة بعنوان الجيش الحر خيارنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد العديد من الفيديوهات وأيضا التصاميم والبوسترات والكثير من يعني العناوين المختلفة عن هذه الحملة، موجودة طبعا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للأخبار، نعم، عفوا أخي ياسين، وهذه يعني بالنسبة لقناة السوري الحر، قناة الجيش السوري الحر، هو منبركم ومنبر كل من ينتمي إلى هذا الجيش السوري الحر. نعم، يعني نشكركم جميعا. طبعا بالنسبة لأخبار الريف الجنوبي، يعني طبعا حاولت قوات النظام بالأمس واليوم اقتحام قرية الحدية، ولكن كانت المحاولة فاشلة. استطاع الثوار أن يصدوا هذه الحملة وأن يوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات النظام. يعني كان هناك تدمير دبابة وأيضا سيطرة على BMP وتدمير مدفع 23 ومقتل العديد من قوات النظام. أيضا في الريف يعني في المناطق الغربية لمدينة حلب حاولت قوات النظام التقدم من محور الفيملي هاوس من القرب من حلب الجديدة، ولكن كان هناك أيضا تصدي من قبل الثوار وبالتحديد حركة نور الدين الزنكي على ذلك المحور. كان هناك خسائر في صفوف قوات النظام. استطاع أيضا الجيش الحر أن يدمر مدفع
57 تابع لقوات النظام، وأن يقتل العديد من قوات النظام على ذلك المحور. في منطقة أخرى أيضا الثوار يحاولون في الريف الشمالي التقدم على العديد من النقاط، يعني قوات النظام في باشكوية، دوير الزيتون والعديد من المناطق الأخرى لضرب قوات النظام ونقاط تمركز قوات النظام في يعني الريف الشمالي. في أيضا مدفعية الزهراء وجمعية الزهراء هناك اشتباكات عنيفة تدور على ذلك المحور. أيضا قام الجيش الحر بقصف يعني مدفعية جمعية الزهراء بصواريخ الجراد، وقام باستهداف تجمعات قوات النظام في تلك المنطقة بالعديد من صواريخ الجراد. يعني الاشتباكات متوزعة على العديد من المحاور من مدينة حلب، الاشتباكات محتدمة في كثير من الجبهات من يعني المدينة. يعني حاليا قوات النظام تحاول التقدم من تلة العيس نحو العديد من المناطق الأخرى في الريف الجنوبي بغية الوصول إلى طريق حلب دمشق الدول، لكن يعني الاشتباكات عنيفة جدا على ذلك المحور بمشاركة جيش الفتح من مدينة إدلب، ومشاركة أيضا فصائل عسكرية من مدينة حلب. يعني حاليا الاشتباكات العنيفة هي سيد الموقف في جميع الجبهات. يعني قصف قوات النظام من الطيران الحربي الروسي يستهدف العديد من بلدات الريف الجنوبي والريف حلب الشمالي، وأيضا العديد من أحياء مدينة حلب. يعني هذه الغارات الجوية مستمرة على مناطق يعني المدنيين وعلى المناطق المأهولة في ظل تلك الاشتباكات. أيضا في منطقة أخرى في الريف الشرقي، يعني في محيط مطار كويس العسكري، كان هناك اشتباكات بالقرب من محيط كويرس العسكري بين تنظيم داعش وبين قوات النظام. أيضا استهدفت الطائرات الحربية يعني قرى وبلدات الريف الشرقي ومنها قصيص وحميمة وأيضا دير حافر وبلدة الإمام بعشرات الغارات الجوية، وكان هناك ضحايا وجرحى من المدنيين. أيضا أعلن اليوم الثوار عن تفجير عربة بي في الريف الجنوبي بالقرب من تل حدية في مدينة حلب. يعني كما قلنا يعني لكم الأوضاع بشكل عام يعني هي مشتعلة على جميع محاور مدينة حلب. هناك اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على العديد من المحاور. الطائرات الروسية تقوم باتباع سياسة الأرض المحروقة في الريف الجنوبي. يعني من لم يكون هناك في الريف الجنوبي لم ولن يعلم ما يحصل في تلك المنطقة. يعني عشرات الغارات الجوية يوميا تشن مواقع الثوار وعلى أيضا المدن المأهولة في الريف الجنوبي. عشرات الغارات الجوية تستهدف الثوار وتستهدف أيضا الأرتال وتستهدف كل شيء يتحرك في محيط تلة العيس وفي محيط مدينة الحاضر. يعني قوات النظام تعمل على مبدأ حرق الأرض نهائيا، تعمل على مبدأ سياسة الأرض المحروقة واستهداف يعني كل المنطقة، كانت عسكرية أو كانت مدنية، وما تزال حتى هذه اللحظة تستخدم يعني هذه السياسة، سياسة الأرض المحروقة. يعني جميع الناشطون أكدوا من الريف الجنوبي أن يعني القوات النظام حاليا تتبع سياسة جديدة في عملها الميداني ضد الثوار. يعني في البداية كانت عندما تقتحم منطقة تقوم بالثبات في تلك المنطقة وثم تقوم بتدشيمها ويعني تمشيط المنطقة بالكامل، ومن ثم تجدد عملياتها العسكرية في منطقة أخرى. أما الآن الوضع مختلف تماما. قوات النظام عندما تقتحم منطقة ما فهي حتى لا تقوم بتمشيط المناطق التي تسيطر عليها مجددا مباشرة تنتقل إلى منطقة أخرى. يعني هذه استراتيجية عسكرية روسية، وكل ذلك يحصل تحت تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف جدا على مناطق الريف الجنوبي، وأيضا تحت قصف نيراني عنيف من قبل الطائرات الحربية الروسية على مواقع الثوار وعلى مواقع المدنيين والمناطق المأهولة في الريف الجنوبي. نعم، يعني أخي ياسين أبراد، لو تطلعنا على الوضع الإنساني في حلب وريفها من جراء ما يدور الآن حقيقة من معارك، ملاحم مع الثوار، هناك نزوح للمدنيين للأهالي، كيف يبدو الوضع الإنساني في حلب وريفها؟ نعم، يعني بالنسبة للوضع الإنساني في
في مدينة حلب. يعني كما قلنا لكم دائما عبر قناتكم الكريمة، دائما هناك يعني الوضع الإنساني يزداد سوءا مع امتداد رقعة الاشتباكات وعلى امتداد الرقعة الجغرافية للاشتباكات في مدينة حلب. بالنسبة للريف الجنوبي، قوات النظام تتقدم نحو ريف إدلب وتتقدم في عمق الريف الجنوبي، وفي الريف الشمالي تدور اشتباكات على محاور باشكور، وأيضا اشتباكات مع تنظيم داعش على محاور محيط مدينة مارع. أيضا في محيط كويرس العسكري تتقدم قوات النظام باتجاه قرى جديدة على في محيط المطار. في يعني أحياء حلب، أحياء مدينة حلب داخل مدينة حلب هناك غارات جوية مستمرة، وعلى الريف الشمالي والغربي والجنوبي. أيضا في محيط الفيميني هاوس، وفي محيط جمعية الزهراء، وفي محيط العديد من المناطق تدور الاشتباكات يعني العنيفة جدا في تلك المنطقة. لذلك يعني هذا ولد يعني دفع يعني ولد موجة نزوح كبيرة داخل مدينة حلب وفي العديد من المحافظات السورية نحو الحدود السورية التركية. يعني الأوضاع الإنسانية هي صعبة جدا. يعني بالنسبة للتجمعات السكانية أصبحت ضمن الأراضي الزراعية. يعني ترد يعني يوميا العديد من مقاطع الفيديو والصور عن أوضاع النازحين في الريف الجنوبي من مدينة حلب، وأيضا في الأرياف الأخرى. يعني جميعهم يباتون في العراء دون مأوى لهم، دون خيمة، دون يعني وجود احتياجاتهم المعيشية. الكثير منهم خرج من دون أن يحمل يعني أغراضه، أو حتى بعضهم يعني ذهب فقط بثيابه إلى قرى النزوح وأراضي النزوح. يعني يوميا تتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل هذا البرد القارس، وفي ظل قدوم فصل الشتاء على النازحين. يعني وحسبي الله ونعم الوكيل. تكلمنا كثيرا عن ما يحصل حاليا، ولدينا جميع المنظمات الدولية، لكن التحرك من جميع المنظمات الإغاثية والدولية والجمعيات الخيرية لم يكن كافيا في مواجهة يعني موجة النزوح، الأوضاع الإنسانية الصعبة في الريف الجنوبي وفي أرياف مدينة حلب. ياسين أبو راد، عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية عن حلب وريفها، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا يا رب العالمين. يتسارع العد التنازلي لانهيار حكم العسكر، تنهار مملكة الصمت التي قام عليها آل الأسد، وهي إن شاء الله إلى زوال. ربما هذا العدوان الروسي أو الإيراني يؤخر قليلا، ولكن إن شاء الله ماضون في ثورتنا، ماضون في دحر الطغاة، ماضون في انتصاراتنا إن شاء الله. ونذهب إلى اللاذقية الحبيبة، إلى لاذقية بني أمية، إلى الساحل الشامي، لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي محمد الحسن من فريق نبض الساحل. حياك الله أخي محمد الحسن. حياك الله أخي أبو حافظ. أخي محمد، لو تطلعنا على آخر المجريات الميدانية والعسكرية في اللاذقية وريفها، تفضل. نعم أخي أبو حفص، اشتباكات عنيفة جدا يخوضها كتائب الثوار في محور الجب الأحمر منذ صباح اليوم إثر عملية تقدم لقوات النظام مدعومة بقصف همجي جدا بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة تحت غطاء كثيف جدا من غارات الطيران الحربي التي لا تهدأ. محاولة جديدة وعنيفة جدا لقوات النظام بالتقدم على محاور ريف اللاذقية، حيث قاموا بفتح محورين من الجب الأحمر في جبل الأكراد ومحور دير حنا في جبل التركمان، في محاولة فاشلة جدا منه لتشتيت كتائب الثوار. كتائب الجيش الحر تقوم بالتصدي لقوات النظام المدعومة بعناصر إيرانية وعناصر من حزب الله اللبناني وبعض الميليشيات العراقية بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، حيث قاموا باستهداف الميليشيات المقتحمة بالرشاشات الثقيلة في تلال الجب الأحمر وتلة الشيخ يوسف والسمكوفي، كما قاموا باستهداف التجمعات وتمشيط التلال بقذائف الهاون وتدمير بعض الدشم التابعة لقوات النظام بقذائف البي 9 وحققوا إصابات مباشرة. أما على محاور جبل التركمان تحاول ميليشيات النظام التقدم على محور دير حنا، وكتائب الثوار تصد هذا الهجوم الأعنف على ريف اللاذقية. حيتان الساحل تسطر أروع البطولات على هذه الجبهات الصامدة، قصف عنيف جدا بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة ورجمات الصواريخ المتطورة والحديثة تستهدف جميع قرى جبل التركمان. أيضا أسراب من الطيران الحربي الروسي تحلق مع بعضها لتغير على نقاط الاشتباك، وهي ظاهرة جديدة اليوم ظهرت في ريف اللاذقية. دام قصف عنيف وقرى ريف اللاذقية بعشرات الصواريخ الفراغية والعنقودية
سجل إثر هذا القصف عدد من الجرحى من المدنيين بينهم أطفال، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات إلى القرى الحدودية مع تركيا ومن ثم التوجه إلى الأراضي التركية. تستمر الاشتباكات لليوم 38 بين حيتان الساحل وقوات الدفاع الوطني والقوات الروسية والإيرانية والمدعومة بميليشيات عراقية، والمجاهدون يسطرون 4 بطولات في تلك المحاور. نناشد جيش الفتح وجيش النصر وجميع المجاهدين بفتح معركة جورين. إن كنتم لا تستطيعون مؤازرة الساحل فحاولوا بتخفيف الضغط عليه، افتحوا معركة جورين لتخفيف الضغط على إخوانكم في الساحل. محاولات يومية للتقدم من قبل قوات النظام ربما تكون حرب استنزاف، والمجاهدون صامدون ويسطرون أروع الملاحم ولله الحمد. نعم محمد الحسن الناشط الإعلامي من فريق نبض الساحل عن اللاذقية وريفها، لك جزيل الشكر. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. حقيقة الثوار يحافظون على تطوير الموقف العملياتي والميداني ويملكون مفاتيح تطوير المبادرة على أرض المعركة ولإجبار العدو على القتال وفق خطتهم. أعزائي المشاهدين سنكون مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. يوم قمنا بالجهاد ونداء البغي ونداء الصدق عاد والترك منا الدماء والترك منا الدماء. رائع جدا جدا جدا. واهتفوا تحت اللواء. تجهيز قاعدة صواريخ طارق 1. والتراب منا الدماء والتراب منا الدماء. وحدة البراق للدفاع الجوي تقوم بتجهيز صواريخ طارق 1 التي قامت في قرار 20/3/2011. نعم. يتوصل بعض الناس المستضعفين والذين قلبهم وحبهم للوطن للوصول إلى تصنيع أول قاعدة جوي متكاملة تعمل على اتخاذ الهدف عن طريق كاميرا ونقلها إلى كابين الإطلاق. نعم. وكل هذه التجهيزات هي صناعة محلية، وبإذن الله نتأمل من الله أن تحقق شيء وأن نسقط الأهداف المعد. الحمد لله رب العالمين، يعني استطعنا تصنيع هذه المنظومة، وهي منظومة توجيه تلفزيوني لصواريخ محلية الصنع. تعتبر هذه المنظومة بشكل كامل هي محلية الصنع. طبعا أتينا بقطع يعني ليست عسكرية، هي مدنية، وحولناها من فضل الله عز وجل إلى قطع عسكرية. حصوننا من جماج سقنا حليلات كسرى في السوط سوق الغنائم رسولنا. هذه قاعدة الصواريخ، صواريخ طارق 1. المجال الجوي مع قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي. الحمد لله الذي أعاننا وحده، وما قدم لنا العون إلا الله عز وجل. بإمكانياتنا المحدودة بالخبرات المتواضعة استطعنا نحن وحدة البراق للدفاع الجوي من فضل الله عز وجل تصنيع أول منظومة دفاع جوي شامي إسلامي بأيدي محلية من أبناء الشام ورجال الشام، وبمواد متوفرة في الداخل من فضل الله عز وجل. المنظومة نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا الآن بإسقاط طائرة، ونحن نضع هذه المنظومة أماني بأعناق كل شريف ويريد مساعدتنا لإتمام هذا الأمر وتطوير الصواريخ وتطوير الراجمة لاحقا، واستنساخ أعداد كبيرة منها إن شاء الله لتغطية أراضي الشام، أراضي سوريا الحبيبي
ووضع حد للطيران المعادي والطيران الروسي والطيران النظام النصيري الفاجر. بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل مستمرون حتى نحقق كامل أهدافنا إن شاء الله. سماؤنا هي لله عز وجل، ولا ينبغي أن يطير بها إلا من هو تابع وموالي لله عز وجل. ثم عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين إلى مراسلين تحت النار. وطبعا قبل أن ننهي برنامجكم مراسلون تحت النار سوف ينضم إلينا المجاهد أبو خالد، مصمم ومصنع منظومة صواريخ طارق للدفاع الجوي. حياك الله أخي أبو خالد. الله يحييك أخي الكريم. بارك الله بكم. يعني أخي أبو خالد، هذه الصواريخ هي من صنع محلي بمجهود محدود. تفضل، ربما تعطينا لو فكرة سريعة عن هذه المنظومة للدفاع الجوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، نحن خلال المعاناة التي نعانيها من شدة الهجمات الشمسية للطيران وما تخلفه من دمار على البشر وعلى الشجر وعلى البناء، وإعاقة الأخوة المجاهدين من التقدم على الجبهات، منذ أكثر من 6 أشهر بدأنا بتصميم الصاروخ طارق. أنا ومجموعة من الشباب السوريين أصحاب الخبرات توصلنا إلى إنتاج الصاروخ ورميه على قاعدة يدوية. رأينا أن هذه القاعدة اليدوية لا تؤمن الغرض المطلوب. خضنا في هذا الصاروخ عدة اشتباكات مع الطيران المعادي في تحرير معسكر المخصومي، في تحرير محافظة إدلب، في تحرير البحوث العلمية في حلب مع الويد الزنكي. استطعنا كشف الطيران وليس اسقاط الطيران. الطائرة عندما يصلها صاروخ على مدى ارتفاعها او اعلى من ارتفاعها، الطيار يبقى انسان والانسان يخاف. مباشرة يعلم القاعدة انه سوف يخلي المكان. عفوا على المقاطعة أخي أبو خالد، يعني مدى صواريخ طارق المدى الأقصى، لو تطلعنا يعني على معطيات معينة مدى الأقصى لهذه الصواريخ. أخي الكريم، المدى الأقصى لهذا الصاروخ عند رميه بزاوية 86 درجة، وهي آخر حد نستطيع أن نرمي به هذا الصاروخ، يصل إلى 5 كيلو و400 متر. ونحن صممنا الرأس الحربي كطاقة البندقية الكسر، حشو دافعة تقوم بدفع الشظايا باتجاه الأعلى. تصل هذه الشظايا إلى أكثر من 200 متر، يصبح أقصى حد لشظايانا في الجو 5 كيلو متر و600 متر. هذا الصاروخ يصلح لإسقاط الحوامات وإسقاط الطيران السوري عند الانقباض. عند الانقباض لا يستطيع أن ينفذ على ارتفاع أكثر من 6 كيلو متر، ينقض ينفذ الضربة الصاروخية على الأرض. نعم أخي أبو خالد، يعني لو تحدثنا كله بمجهود أشخاص ثوريين يعني بذلوا الغالي والرخيص للثورة وقدموا كل ما لديهم بإمكانيات متواضعة ومحدودة. يقدمون يعني أكثر ما لديهم صناعة هذه الصواريخ. لكن هناك أيضا كما قلت لي ربما يعني هناك هل فكرة لتطوير لتحديث، ربما ما هي المتطلبات الآنية لكم كمصممين وكصانعين لهذه المنظومات؟ أخي الكريم، بدأنا من الصفر وبمجهود فردي لم يقدم لنا أحد من الداعمين أو من القوات باستثناء سيادة العقيد حسن حمادي قائد فرقمي 1 منشآت. قدم لنا الشيء الكثير طبعا ضمن إمكانياته. قمنا بإنشاء المعمل وإنتاج الصواريخ، ثم التقينا مع الرائد أبو البراء وهو رائد الدفاع الجوي ومن خيرة الضباط المشتقين العاملين على الأرض، وكان تصميم قائد براق من تصميمه وساعدناه نحن في إنتاجها. والتقينا نحن من نصنع صواريخ والرائد أبو البراء جزاه الله خيرا هو صاحب فكرة القاعدة الصاروخية.
هذه القاعدة تعمل على التقاط الهدف عبر كاميرا ونقلها إلى كبير الأطلاق المزود بشاشة تلفزيونية، وحصلنا على برنامج يترجم رؤية الكاميرا إلى جهاز مونيتور ويعطينا زمن سبق الهدف. نحن صاروخنا قلت أنه صاروخ صناعة محلي وصاروخ أعمى. هذا الصاروخ لا يملك آلية متابعة الطائرة في السماء وإسقاطها. نحن نعتمد على زمن السبق. المنظومة التي صنعناها والبرنامج الذي زودنا به لنقل المعلومة من الكاميرا إلى المونيتور وإلى جهاز الإطلاق يزودنا بإمكانية تلاقي شظايا الصاروخ مع الهدف المقترب، ويعطينا أمر أسبق في هذا المكان. جربنا هذه المنظومة أثناء تحرير مدينة موريك. كنا في منطقة اسمها الصياد، واستطعنا من إصابة أحد الأهداف السوري وهي 21 وسقطت في أسقير بي. طبعا نحن من أصابنا في البداية ثم بدأت المضادات الأرضية عند انخفاضها بالتعامل معها وسقطت الطيار المعاد في مدينة أسقير بي. شاركنا في معارك ريف حلب الجنوبي بنفس القاعدة. نحن مجال صاروخنا يتعامل مع الحوامات ومع الطيران السوري المنخفض كما قلت لك سابقا. لم يمن الله علينا بهدف مختلف ضمن مجال عمل قاعدتنا الجوي، وما زلنا مشاركين الى الان بالقواعد الانفراديه في حلب الجنوبي. في المستقبل نحن سوف نزيد من مدى الصاروخ بالارتفاع ونغير بعض الشيء من تصميم القاعدة الجوي. تواجهنا عدة ثغرات. الكاميرا الوحيدة التي نملكها زومها ضعيف. قلت لك أن الكاميرا زومها ضعيف. مجال الزمني بين التقاطها للهدف وبين بدء التعامل مع الهدف هو زمن قصير. إذا استطعنا أن نملك الكاميرات الحديثة SDL التي زومها كبير يتيح لنا المجال من حين التقاط الهدف إلى حين التعامل معه يكون الزمن أكبر ونستطيع تحقيق إصابة أفضل. التطوير قائم ونحن استخدمنا كل هذه التجهيزات التي صنعناها مواد مدنية وليست مواد عسكرية. قمنا بتحويلها إلى مواد عسكرية كي نستطيع أن نحقق شيء. نحن نعلم ونعي أن المجتمع الدولي لن يزودنا بمنظومة أرض جو لإسقاط الطيران المعادي. المجتمع الدولي لا يريد إنهاء محنتنا كشعب سوري. المجتمع أصبح في نظري ونظر الكثيرين على الأرض هو معادي للشعب السوري، معادي للشعب السوري. نحن لا نستطيع الانتصار إلا إذا صنعنا سلاحنا بأنفسنا. أعمل جاهدين أنا وفريق العمل من الشباب الذين يساهمون معي في هذا. لا أسميه اختراع، أسميه تحويل الأشياء المتواجدة بين أيدينا إلى أشياء نستطيع أن نقف في وجه أعدائنا. وإن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق أملنا. نحن لسنا مخترعين ولسنا صناعيين. نحن دخلت إلينا الصناعة من الأزمة، من المحنة التي نتعرض لها. نعم. في معملنا ننتج أرض. أنتجنا سابقا صواريخ الكاتيوشا، أنتجنا الألغام الموجهة، أنتجنا القنابل اليدوية، أنتجنا قذائف الهام 120 و82 بمختلف القياسات، أنتجنا قذائف النيرجا، حتى أن المادة المتفجرة لم نعد نعتمد على مادة TNT ولم نعد نعتمد على كل شيء مستورد.
نحن لدينا 4-5 وحدات تنتج مادة نيتروجليكون شديدة الانفجار، نقوم بتطبيق المادة المتفجرة بأنفسنا. نعم. نحن في الداخل نعاني الكثير، نعاني من قلة التمويل، نعاني من توفر المواد الأولية للصناعة، نعاني من شح الداعمين. رجائي وندائي إلى كافة الفصائل المقاتلة بمختلف أصنافها وتسمياتها، نحن جاهزين بأن نصنع لكل فصيل راجل وثلاثي، ونحن جاهزين أن نستقبل مقاتلين، لأن هذه الراتبة تعتمد على شيء علمي. نحن نستقبل مقاتلينهم وندربهم ونطعمهم ونجعلهم جاهزين للتعامل مع هذه المنظومة. هذا النداء إلى كافة الفصائل وإلى كافة قوات الفصائل، نحن جاهزين لأن نزودهم بهذا السلاح، ونحن عاملين على تطوير هذه المنظومة كي تصل بشكل الأمثل وتحقق ما نطلب إليه وتحقق الغاية التي صنعناها من أجلها. لا يكفي فقط إبعاد الطيران عن أماكن الاشتباكات، نريد إسقاط الطيران، لأن عدونا يريد أن يقضي على كل شيء يتنفس، على كل شيء حي عندنا في أماكننا المحرمة. لا يميز بين مقاتل، ولا يميز بين امرأة، ولا يميز بين مدينة ولا قرية. نحن مشروع قتل يقوم بقتلنا كل يوم ببطء 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 ببطء. نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن نطور هذه المنظومة إلى الأفضل، وأن نزود كافة الفصائل التي تقاتل النظام السوري أعوانه الكثر على الأرض. يعني أخي أبو خالد، أنتم مستعدون لإتمام المهمة في تصنيع هذه المنظومة بتزويد أي فصيل ثوري على الأرض من الجيش السوري الحر بهذه المنظومة، بتدريبهم، أيضا يعني طبعا بعض التطويرات التي وعدتم بها، لكن تبقى الآن ربما سرا لا نريد أن نبيح بها. سوف تتم لاحقا التطويرات والتحديثات على هذه المنظومة إن شاء الله لاحقا بعزيمة وإصرار أولئك الرجال أمثالكم وأمثال مجاهدي الشعب السوري كافة. أخي أبو خالد، يعني من خلال منبركم قناة السوري الحر، ما هي الرسالة التي توجهونها الآن إلى الفصائل التي تقاتل الاحتلال الأسدي والروسي والإيراني في سوريا؟ أجمل شيء شاهدته في ريف إدلب الجنوبي وبالتحديد في سكيك، أن المقاتل الذي يحمل السيجارة بيده كتفه إلى جانب المقاتل الذي يمسك المسواك بيده. أنادي: اتحدوا اتحدوا اتحدوا، والله إن لم نتحد سوف نذهب، سوف تذهب أرضنا وسوف نذهب نحن. لا نريد الاتحاد أن يكون في المحنة. ريف حلب الجنوبي كل الفصائل وكل الكتائب الآن اتحدت بعد أن أخذ الدرس وعبر أن في التفكك ضعف وفي الاتحاد قوة. النظام تقدم في ريف حلب الجنوبي على حساب ماذا؟ على حساب تفكك الفصائل، على حساب تفكك الفصائل، وكل فصيل يسعى إلى هدف أو يرابط على القطاع الذي أمامه أو مكلف بحمايته. الاتحاد شيء جميل. الآن الاتحاد أوقف تقدم النصيرية والعصابات المجوسي في ريف حلب الجنوبي. هدف العصابات النصيري هو الوصول إلى كفرية والفوعة. خسئوا وبظنهم أنهم سوف يعاودون احتلال مدينة إدلب. في هذا الاتحاد سد منيع، امتصت الهجمات وقتل خيرة الضباط المجوس على أرض ريف حلب الجنوبي الحرب الأبي،
والآن الإخوان المجاهدين يعدون العدي لهجوم معاكس وشامل لا يقف عند الريف الجنوبي فقط، بل إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام في مدينة حلب. ندائي الأول والأخير: اتحدوا واتقوا الله في دماء المجاهدين، في دماء المواطنين، في دماء كل سوري حر شريف. فقط لا أريد من الفصائل ومن الكتائب العاملة على الأرض سوى الاتحاد وبناء جيش موحد بقائد واحد ووقفة عمليات واحدة، تجميع السلاح الثقيل والخفيف في مكان نستطيع استثماره بالقضاء على الحملة الشرسة التي يشنها النظام. النظام أوهمنا بمعارك الحماة وأوهمنا بتحرير مطار كويرس، ولكن عدة النظام قوته الآن هي في ريف حلب الجنوبي، على حسب ظنه وزعمه أنه سوف يصل إلى كفرية والفوع وإلى إدلب ويعاود احتلال المنطقة. لا، إني أنقل لكل مشاهد وضع المجاهدين الشباب على الأرض. والله العظيم إن الشباب تتسابق إلى الموت لأنهم اشتروا الحياة الآخرة ولم يشتروا هذه الدنيا الفانية. شباب في عمر الورود تتسابق، تركت جامعاتها وتركت مدارسها وتركت أرضها وتركت أهلها وتركت الدنيا، لأن هذه الدنيا عبارة عن وسخ، دنيا فانية لا تساوي شيء. وتتصارع من سيقتحم، من سيلاقي ربه قبل الآخر. ونفرح كثيرا عند سقوط شهيد بحمله ودفنه كأنه عريس، أقسم بالله العظيم. هذه هي لذة الحياة. الحياة ليست هذه الحياة، الحياة هي التي هي فيها الحياة الآخرة في جنان الله سبحانه وتعالى. نداء إلى كل من ترك هذا البلد وانطلق باتجاه أوروبا: ماذا ستفعلون في أوروبا؟ ماذا ستفعلون في أوروبا؟ أنتم وضعتم كرامتكم منذ خرجتم من الشريط الحدودي، وضعتم كرامتكم جانبا وذهبتم إلى أوروبا. ما سيوجد في يا أخي؟ ما سيوجد في أوروبا؟ لقد جمعوا لنا من أفغانستان، جمعوا كل شيعي في العالم. والله هناك شيعة من أفريقيا منذ 15 يوم كان القبض على قناص شيعي من السودان. تصوروا، شيعي من السودان جاء يلبي لبيك يا زينب، ونحن نترك بلدنا ونذهب إلى أوروبا. نترك بلدنا ونذهب إلى أوروبا. أنادي كافة الشباب الذين ذهبوا إلى أوروبا بالعودة، أناديهم بالعودة. لقد جمعوا لنا شيئا كثير، أتونا من أفغانستان، من العراق، من الكويت، من الهند، من باكستان، من السودان. كل إنسان شيعي جمعوه ودربوه وأرسلوه إلينا بحجة أن زينب لن تسبى أخي. زينب هي زينبنا وليست زينبهم. حسين هو حسيننا وليس الحسين الذين ينادون به. هم لهم مشروع صفوي. أخي أبو خالد، نعم أخي أبو خالد، إن شاء الله سيكون لنا لقاء قريب معكم في الداخل السوري. يعني نكون معكم ومع المجموعة التي تعملون بها. سنعاين عن قريب عملكم، وهذه المنظومة إن شاء الله سنكون سوية يدا بيد. المجاهد أبو خالد، هؤلاء الرجال الذين أمثالكم إن شاء الله ستكون سوريا محررة، وسيكون تاريخ جديد، وستكون إن شاء الله مطهر من أولئك الأنجاس الأرجاس. المجاهد أبو خالد من الداخل السوري، لك جزيل الشكر. اللهم إن لك عبادا خرجوا جهادا في سبيلك، تكالبت عليهم قوى الكفر والنفاق، يريدون أن يطفئوا نورك يا الله، وليس لهم نصير إلا أنت. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، وأيدهم بروح من عندك كما أيدت أهل بدر يا رب العالمين. أعزائنا المشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم مراسلون تحت النار، لكن لا بد لنا أن نشكر جميع الناشطين الإعلاميين الذين تواصلوا معنا من الداخل السوري، وجزيل الشكر للمجاهد أبو خالد